تتذكروا لما كنتوا مراهقات تروحوا على العرس مع أمهاتكن تشوفوا ابن خالة العريس الحلاوة بالزفة، تتخيلي إنه هذا عرسك وهالحلاوة عريسك؟ ريما صبية من العراق صار معها هيك تماماً بقصة أغرب من الخيال، وأحداثها بتخليكي تفكري 1000 مرة قبل ما تنعجبي بشاب، وخاصة إذا كان متزوج. حب على غفلة معي أنا تيمار. عام 2022 كان عمري 14 سنة، كنت صغيرة وما مفكرة بالحب ولا بعرف أساساً شو يعني علاقة. يعني كل معلوماتي عن الحب أخذتها من شوية أفلام رومانسية على شوية تسرع بالقلب بيجيني لما أشوف ابن الجيران. كنت معروفة بين أخواتي إني هادية وحلوة وذكية. بيوم من الأيام إجت أختي المتزوجة قالت لي بدنا نروح على زواج ابن خالة زوجي، تيجي معنا أنتي ولا مرة رحتي على قاعة زواج، تعي بتنبسطي. فقلت لها تمام، قلت لحالي خليني روح أتسلى شوي، وحكت مع زوجها ووافق. رحت على زواج الشاب وأنا معرفتي فيهم مو كتير بس أهلي بيعرفون. فأنا وقاعدة بالعرس إجا شاب حلاوة قال لي بدك ماي؟ قلت له إيه، يعني حرفياً كأي إعجاب بريء بفترة المراهقة. قلت له شكراً، بس لاحظت أنه نظراته إلي كانت عم تحاوطني من كل جانب وكأنه أنا ناقصة توتر بهاي اللحظة. التفت على أختي قلت لها مين هذا الشاب؟ قالت لي هذا سامر أخو العريس. معك حق ما تعرفي، ما في كتير زيارات بيناتنا. ودريت من أختي إنه عمره حوالي 32 سنة وإنه عسكري. خلص الزواج رجعنا على البيت بعد بشي أسبوع وصلتني رسالة من رقم غريب. قال لي مرحبا كيفك؟ قلت له منيحة، مين معي؟ قال حبيت سلم عليكي. قلت له تمام شكرا، بس مين معي؟ قال أنا سامر. قلت له أي سامر؟ قال لي سامر يلي شفتيني بزواج فلان. قلت له أهلين أخي. قلت له منين جبت رقمي؟ قال ما رح قلك. قلت له طيب رح أعمل لك بلوك. قال لا 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 عم بمزح معك، أنا جبت رقمك من أختي لأنه أختي بتعرف رقمك. قلت له ماشي شو بدك هلأ؟ قال لي حسيتك بنت منيحة وحبابة وارتحت لك فقلت أحكي معك ونصير أصدقاء. قلت له ماشي. وبيني وبينك قلبي كان عم يرجف من الحماس لهي الصداقة. وهون صار وقت أول معلومة صادمة بالقصة، وهي إنه سامر متزوج. أنا من غبائي طنشت وقلت عادي وين المشكلة، نحن رفقات وبس. بعد ب10 أيام من بداية هالصداقة العظيمة والارتياح المتبادل بين الطرفين خطر لي أحكي له عن شب عاجبني بالحارة شوفه على طريق المدرسة وأنا راجعة البيت. يعني كونه صديقي حبيت شارك معه هاي المعلومة، بركي بيعطيني نصيحة شو اتصرف. هون بحب أقول لكل البنات إنه فكري 5 مرات قبل ما تكوني صداقة مع شاب بهاي الطريقة أو بأي طريقة مريبة، لأنه 99 من الشباب بيستخدموا الصداقة كمفتاح للدخول لحياتك بالوقت اللي هن بمخهم حيكونوا مخططين سيناريو تاني تماما، بغالب الأحيان بيكون بأحسن الأحوال غير أخلاقي. نرجع لقصتنا. كنا عم نحكي، قلت له ها سامر بدي أحكي لك شي تعطيني رأيك، أنا انعجبت بشاب وعاجبني، شو رأيك؟ سامر قال لي شو عم تحكي؟ قلت له مين هذا الشاب؟ صار يحكي ويغلط علي وقفل موبايله وسكر النت. أنا هون كتير دخت، بلشت الأفكار تروح وتجي ببالي، وقتها حسيت حالي حكيت شي غلط. فالمهم مر ساعتين قال لي تعي وينك؟ قلت له شو فيك سامر ليش هيك عملت؟ قال لي أنا بحبك. قلت له أنا كمان بحبك يا أخي وسندي. قال لا لا مو حب أخ وأخوة ونهالعلاك. قلت له لكن شو؟ قال أنا بحبك حب ارتباط. أنا انصدمت، قلت شو عم يحكي هاد؟ قال لي رح أعطيكي مجال تفكري شي يومين. قلت له تمام. سبحان الله يا تيمار، والله العظيم ما كان بنيتي حب ولا أحبه، كان مثل أخي، بس بيوم وليلة حبيته ووافقت وقلت له أنا كمان بحبك. ارتبطنا بتاريخ 1/2/2022. كان كتير يحبني وطاير عقله فيني وبيغار علي كتير، وكنت إذا ما بحكي معه أو بغيب عنه شي ساعة بيجن، بيجي على بيتنا بيوقف جنب باب البيت لحتى رد عليه. الأحداث طورت وصرت أحبه بجنون وهو كمان، بس كنت أتندم لأنه هو متزوج وكبير علي،
بس أنا ما كتير كان هاممني لأنه خلص حاببته وماني شايفة أي شيء، بس كان ما بيخليني أطلع من البيت ولا أسلم على قرايبي ولا أراسل رفقاتي، كان حابسني وكاتم نفسي وصار مهووس أو فيك تقولي سايكو. كنت أتحمل كل شيء لأنه بحبه. توالت الأحداث وبعد فترة كان عنا عزيمة على بيت أختي، كان البيت مليان وعبارة عن عائلة كبيرة. كان معزوم معنا سامر وأخته لأنه أخته لسامر بتصير سلفة أختي. كنت بالمطبخ عم ساعد أختي بالطبخ، أختي راحت لجوا، بقيت لوحدي بالمطبخ. فجأة بحس شخص وراي، لفيت لقيت سامر وأخته واقفين بالمطبخ وراي وعم يتطلعوا فيني بطريقة مخيفة مو طبيعية. وعيونه لسامر أول مرة بشوفها هيك بتخوف ومعصب بطريقة جنونية. لك قلت لهم شوفي سامر سحبني من ايدي وبايده سلاح بحكم هو عسكري بضل معه سلاح، قربني لوشه وقال لي مع مين عم تخونيني؟ قلت له شو فيك انت جنيت رسمي ولا شو؟ واخته كانت معنا وانهال علي بالضرب ويسحبني من ايدي. اخر شي دفشته وقمت ابكي، مسحت دموعي وحاولت ما شلق الحاضرين على شكلي. بعد هالعزيمة صار يشك فيني بشكل مو طبيعي، لك أعطيته كل حساباتي وصار مثل المريض. وأختي وأمي صاروا يعيروني فيه ويقولولي لك عم يضحك عليكي، صدقتي من كل عقلك إنه بيحبك؟ بس أنا ضليت كذبه نقول لحالي لا بيحبني مستحيل يتركني. وكنت يوم بعد يوم بعيش بأوهام، بس أنا حبيته حب صادق ونظيف، بس هو كتير تعبني. وفوقها كان يضربني ويشوفني عم ببكي وأدافع عن حالي وأقول له خلص رح نترك بعض، يجي ويصير يبكي ويحضني ويقول لي لا تتركيني أمانة، والله ما بقدر أعيش من دونك. يعني حرفياً سايكو تماماً. بس الحقيقة إنه قدر يعيش من دوني، كمل حياته مع مرته بشكل طبيعي بعد ما أنا صرت نفسياً عبارة عن حطام. بتقول صاحبة الرسالة هلأ أكيد رح تقولولي مثل ما خان مرته رح يخونك ويتركك. أتفق معكم، بس شو بدي أعمل؟ خلص اللي صار صار، وأنا هلأ ما عم بقدر أعيش طبيعي وكمل حياتي ولا أتخطى هالإنسان. يعني بكل مرة بتخيله جنبي رغم كل اللي عمله فيني بحنله وبشتاقله وبتذكر كيف كان يهتم فيني ويحسسني بأنوثتي. بحس إنه بحياتي ما رح أقدر أتجاوز هالإنسان. كأنه الذاكرة بتختار تتذكر الحلو بس وتنسى القبيح، كأنه عقلنا مصمم ليدمرنا قبل ما يدمر الآخرين. ليش وبعد 4 سنين ما عم بقدر أتجاوز هالبني آدم؟ الحقيقة أنا رح أقلك ليش، لأنه هذا الإنسان عطاكي جرعات عالية كتير من الدوبامين والحب وسحبها منك بلحظة. كل ما حسك رح تبعدي عنه كان يزيد الدوز، يعني حرفياً عم يخليكي تأدمنيه مثله مثل أي عادة سيئة صعب التخلص منها. والعقل لما بيسترجعها بيسترجع الإحساس الحلو اللي كانت تعطيك إياه. بنصحك تكوني أذكى من دماغك وتعرفي كيف تحطي له صابون وتسحلقيه وتطالعيه من راسك، ولما يخطر على بالك تكوني واعية لفكرة إنه هذا الإنسان لو تزوجتيه كانت آخرتك هلأ ببراد بشي مشفى أو بمصحة نفسية، أو بأحسن الأحوال رح تكوني مرته بس رح يكون مصاحب عليكي بنات بعدد شعر راسك. قولولي يا ترى معي حق أو لا، وإنتو شو ممكن تنصحوها؟ عم بستنى آراءكم بالكومنتس، شو بتنصحوها؟ وبليز خلينا نكون لطيفين معها لأنه البنت عم تتعذب وما عم تقدر تنساه، وهي فعلا كانت ضحية لشخص نرجسي وسايكو بكل معنى الكلمة.